وسط الصورة عايش تاني. ريفالدو فين؟ جيت زرتي عضو في حركة شباب 6 ابريل الزيتون. النهارده نازلين عيد ميلاد احمد منصور، نازلين نقول للناس احنا ما بننساش شهدائنا. احمد منصور مات على يد العسكر، على يد المشير، على يد المجلس العسكري في احداث مجلس الوزراء. احمد منصور مات عشان خاطر بيقول كلمه حق قدام مجلس عسكري موتوه، فاحنا نازلين بنقول لهم احنا مش ناسيينه واحنا فاكرينه، وكل سنه وانت طيب يا شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد المصري، منسق مجموعة مصر الجديدة 6 ابريل. احنا جايين هنا بنشارك وبندعم مجموعة الزيتون علشان طبعا نحيي ذكرى الشهيد احمد منصور شهيد مجلس الوزراء. الفكرة ان احنا عندنا احمد منصور وعندنا ابو الحسن وعندنا جيكا. 6 ابريل لسه بتقدم شهداء ولسه هتقدم شهداء، لانه محتاجين قوي في خلال الفترة دي اننا نعرف مين الناس اللي ضحت علشاننا ونحيي ذكراهم كويس. دي اقل حاجة نقدر نقدمها لاحمد منصور، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان حقه يجي، وحقه يجي ان شاء الله باذن الله لما البلد هتبقى بلد كويسه، بلد ديمقراطيه فيها عداله ما بتعتمدش على اي فصيل واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد سيد، مسؤول مجموعه القبه 6 ابريل، وبشارك مع مجموعه الزيتون النهارده في وقفه عشان زميلنا احمد منصور اللي استشهد في احداث مجلس الوزراء. النهارده عيد ميلاده، فاحنا بنحاول نفكر الناس بيه، وان شاء الله نقدر نجيب حقه في يوم من الايام، وهو حق الشهداء كلهم يعني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عبد الرحمن رضا، عضو في 6 ابريل، عضو في حركه شباب 6 ابريل مجموعه الاسباب الداخله. النهارده واقفين بنحتفل بعيد ميلاد الشهيد احمد منصور، وعقبال ان شاء الله ما نحتفل لما نجيب حق الشهيد احمد منصور. و6 ابريل لسه ان شاء الله ان شاء الله هتجيب حق الشهداء بتوعنا، وان شاء الله 6 ابريل هتجيب حق الشهداء. مصري يا مصري